واش ممكن الانسان يضيع راسه وهو كينجح؟ واش ممكن يكون عنده الشهرة، الفلوس، حب الناس، النجاح اللي كيتمناه اي شخص، ولكن كل ليلة كينعس وهو ما عارفش شكون هو؟ واش ممكن تعيش سنوات كاملة كتأدي واحد الدور اللي رسموه ليك الناس حتى كتنسى الشخصية الحقيقية ديالك؟ هادشي اللي عاشته الفنانة حلا ترك. طفلة دخلت للشهرة وهي صغيرة بزاف، كبرات تحت الأضواء، تحت أحكام الناس، وتحت ضغوط كبر من العمر ديالها. ولكن الحاجة اللي شدتني كثر في القصة ديالها ماشي شنو وقع ليها، ولكن كيفاش قدرات من بعد هاد السنوات كاملة توقف وتجمع راسها وتبني واحد الشخصية جديدة. كيفاش قدرات تخرج من الفوضى النفسية وتلقى الهوية ديالها من جديد. هذا هو الموضوع ديال حلقتنا اليوم. أهلا البنات، مرحبا بكم في من القلب. اذا كنتي اول مره كتفرجي في القناه ديالي فبغيت نقول لك مرحبا بك وسط هاد العائله الزوينه. ما تنسيش تابوناي في القناه، تفعلي الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديال القناه من القلب، وماذا بك تخلي لي في التعليقات الراي ديالك في هذا الموضوع حيت الراي ديالكم كيهمني. اليوم ما غنهضروش على اخبار المشاهير، ما غنهضروش على الجدل. اليوم غناخدو القصه ديال حلا ترك ونستخرجوا منها دروس عميقه في التنميه الذاتيه، في العلاج النفسي، في بناء الهويه، وفي الخروج من دور الضحيه. حيت القصه ديالها هي قصه بزاف ديال الناس اللي ضاعوا وسط الضغوطات، وسط التوقعات، وسط رغبه ارضاء الاخرين، كيحاولوا كل نهار يرجعوا يلقاو راسهم من جديد ولكن ما قدروش. غنبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم بواحد السؤال اللي كنشوفو مهم بزاف، فبغيت كل وحده فيكم تسول راسها شحال من حاجه في حياتك اختاريتيها فعلا بارادتك، شحال من حاجه اختاريتيها غير حيت الناس بغاوها ليك. فالانسان راه ما كيجيش وكيضيع في نهار واحد، كيضيع بالتدريج شويه بشويه، ومع الوقت كيبدا يلبس واحد الشخصيه اللي كتعجب للناس، كيحاول ديما يقول الهضره اللي كتعجب الناس، كيدير الاختيارات اللي كترضي الناس. مع الوقت كيولي بعيد على راسو. هادشي بالضبط اللي شدني في القصه ديال حلا ترك. من وهي صغيره كانت قدام الكاميرات، الناس كاملين كانوا كيشوفوا الطفله الموهوبه الناجحه المشهوره، ولكن واش هاد الطفله من وسط هادشي كامل كان عندها الوقت باش تكتشف راسها؟ واش كان عندها الوقت باش تغلط وباش تتعلم وباش تعيش الطفوله ديالها بشكل عادي بحال باقي الاطفال؟ حيت ملي الانسان كيكبر وسط التوقعات ديال الاخرين كيبدا كيركز على صوره الناس عليه اكثر من الصوره اللي عنده على راسه. هذا هو المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس. ماشي ضروري تكون مشهور باش تعيش هاد التجربه. كاين اللي اختار تخصص اللي ما كيبغيش، كاين اللي خدام في واحد الخدمه اللي كتمرضو نفسيا، كاين اللي داير علاقات اللي ما مرتاحش فيها، كاين اللي عايش واحد الحياه كامله باش يرضي الناس، ولكن غتلقاه عمره ما وقف وسول راسو شنو انا بغيت. فغالبا ما كتلقى هاد النوع ديال الناس. فهذه واحد الحاجه اللي خطيره بزاف فاش كننجحوا في الحياه اللي اختاروها لينا الناس وكنفشلوا في الحياه اللي كانت مكتوبه لينا. هادشي علاش اول خطوه في التغيير هي توعى بهذا الموضوع، توقف وتسول راسك واش هاد الحياه اللي كنعيشها اليوم كتشبهني فعلا او لا غير تعودت عليها حتى وليت كنظن انها انا وان هذيك شخصيتي. حيت راه رحله التعافي كلها كتبدا من هاد السؤال. دابا يمكن شحال من واحد يسمع لهاد الكلام ويقول مزيان، ولكن علاش اصلا كنضيعوا راسنا؟ حيت راه غالبا اللي كيسوق حياتنا ماشي هو الحاضر ديالنا، كيكون هو الماضي ديالنا. فهادشي كيأثر بزاف على كل قرار كناخذوه، كل كلمه سمعتيها وانت صغيره، يمكن تكون رفض تعرضتي ليه، يمكن فراق، يمكن مشاكل عائليه، يمكن احساس بعدم الامان. هاد الجروح راه كتكبر معانا حتى كنوليو كنعتبروها واحد الجزء طبيعي من الشخصيه ديالنا. هنا غادي نعاود نرجعكم لقصه حلا ترك. من خلال البودكاست اللي بانت فيه بان بوضوح انها دازت من ظروف عائليه صعيبه وهي مازال صغيره، بحال انفصال الوالدين، تغيرات كبيره في حياتها، احكام الناس عليها، والشائعات كانت كتنتشر عليها وهي ما عندها حتى شي قدره انها تدافع على راسها. دابا تخيلوا معايا طفل او لا طفله كيكبروا وسط من هذا الضغط كامل، شنو غادي يكونوا كيحسوا في نظركم؟ اكيد غادي يبداو يشكوا في راسهم، اكيد غادي يحسوا بالخوف، اكيد غادي يحاولوا يرضيو جميع الناس باش يتفاداو الالم. هادشي راه ناس كبار وكيأثر عليهم وكيلقاو راسهم كيقلبوا على القبول ديال الناس الاخرين، فما بالك بواحد الطفل اولا بواحد الطفله. فكيبقاو كيقلبوا على القبول، كيبقاو خايفين من الرفض، كيبقاو كيعطيو اكثر من اللازم وما عارفينش باللي السبب الحقيقي راه ماشي هو الحاضر ديالهم. السبب راه هو واحد الجرح قديم اللي ما تعالجش. فاللي خاصكم تعرفوه كل سلوك راه عنده قصه، وكل خوف راه عنده اصل، وكل الم راه عنده واحد السبب. ما يمكنش نعالجوا حياتنا الا بقينا كنركزوا غير على الاعراض. خاصنا نرجعوا للاصل، خاصنا نكونوا خاص تكون عندنا الشجاعه الكافيه باش نشوفوا الجروح اللي عمرنا هضرنا عليها،
حيت فاش كنهضروا على التعافي راه ما كنهضروش غير على خاصنا نلقاو الحل، كنهضروا على انك تعرف بالوجود ديال الجرح اصلا، تعترف به. دابا من بعد ما اعترفنا باللي جروح قديمه كتاثر علينا، سولوا راسكم واش الجرح هو المشكل؟ غالبا الجواب غادي يكون لا، الجرح ماشي هو المشكل، الالم حتى هو ماشي هو المشكل. عرفتوا فين كاين المشكل فعلا؟ المشكل كيبدا ملي الانسان كيولي كيعرف راسو من خلال الالم ديالو. في نظركم شنو الفرق؟ كاين واحد الفرق كبير ما بين واحد الشخص اللي كيقول انا دزت من واحد التجربه صعيبه وشخص اخر كيقول انا انسان مهرس، ما بين واحد الانسان اللي كيقول انا تعرضت للخذلان وما بين واحد الانسان اللي كيقول انا ضحيه. في الجملة الأولى الألم راه مجرد تجربة، أما في الجملة الثانية الألم ولا هوية ديال داك الشخص. هذا هو أخطر فخ كيقدر يطيح فيه الإنسان، حيت ملي كيولي الألم هو الهوية ديالك، هنا كتبدا كتشوف كل شيء من نفس العدسة. يعني أي مشكل كيوقع ليك كيأكد ليك نفس القصة، واي شخص كيحاول يجرحك كيأكد لك نفس القصه، واي فشل كتعيشه كيأكد لك نفس القصه. فكيولي عقلك كله يصيفط لك نفس الرساله، شوف انت ديما ضحيه، شوف الحياه كامله ضدك، شوف الناس ديما كيجرحوك، شوف انت ما كتزهر مع الناس. فمع الوقت كتبداو كتبنيو واحد الحياه كامله فوق هاد القناعه. عرفتوا شنو اللي شدني بزاف في البودكاست اللي دارت حاله؟ هي كان عندها اسباب كثيره باش تبقى حابسه راسها في هاد الدور، كان عندها اسباب باش تبقى غاضبه، كان عندها اسباب باش تبقى كتلوم الماضي، كان عندها اسباب باش تبقى كتشوف راسها غير من خلال الجروح اللي دازت منها. ولكن اللي بان ليا من كلامها هي فضلات تفصل ما بين شخصيتها وما بين المعاناه اللي عاشتها، ففهمات ان اللي وقع ليها هو جزء من القصه ديالها ماشي القصه ديالها كامله. هنا فين كيبدا النضج الحقيقي، ملي كتفهم باللي الجرح ديالك ماشي هو الهويه ديالك، باللي الماضي ديالك ماشي هو التعريف ديالك، فأسوأ حاجه دازت عليك ماشي هي اللي كتحدد لك شكون انت. حيت الانسان كبر من الالم ديالو، كبر من الاخطاء ديالو، كبر من الظروف اللي عاش فيها. حاجه واحده اخرى كنلاحظها بزاف ديال الناس كيظنوا باللي القوه هي انك تتحمل كل شيء بوحدك، انك تسكت، انك تدفن الالم ديالك، انك تضحك قدام الناس وتبكي بوحدك. بغيت نقول لكم باللي هذه ماشي قوه، هذا واحد الاستنزاف كديروا لراسك. حيت الانسان راه عنده واحد الحدود وعنده واحد المشاعر وعنده واحد الجروح اللي خاصها تشاف قبل ما تبرى. ومن اكثر الحوايج اللي احترمت في الهضره ديال حاله هي الصراحه ديالها ملي هضرات على العلاج النفسي. فما حاولتش تبان قويه اكثر من اللازم، ما حاولتش تقول انا تجاوزت كل شيء بوحدي، بالعكس هي اعترفات باللي هي احتاجت المساعده، اعترفات باللي العلاج النفسي لعب واحد الدور كبير في استرجاع التوازن ديالها. هنا غادي نوقفوا شويه نهضروا على واحد الفكره اللي غلطه منتشره بزاف في المجتمعات ديالنا. بعض الناس كيشوفوا باللي طلب المساعده هو واحد الضعف منك. هاد الفكره غلطه بزاف. الضعف هو انك تبقى كتعاني لمده سنوات طويله وتعرف باللي انت خاصك المساعده وما تطلبهاش. اما الشجاعه فهي انك تواجه راسك وتواجه المخاوف ديالك وتواجه الشروح اللي كنتي هارب منهم سنين هذه. حيت العلاج النفسي راه ما كيعطيكش واحد الحياه جديده، هو كيعطيك واحد النظره جديده للحياه، كيخليك تفهم راسك اكثر، تفهم ردود الافعال ديالك اكثر، تفهم علاش كتغضب، علاش كتخاف، علاش كتعلق ببعض الناس، علاش بعض المواقف الصغيره كتهرسك. وفاش كتبدا كتفهم راسك هنا كتبدا كترحم راسك، واكيد فاش كترحم راسك كيبدا التعافي شويه بشويه. ننتقلوا لواحد الفكره اللي حتى هي منتشره بزاف، اللي هي الا بعدتي على الناس راك كتهرب، الا خديتي واحد المسافه انت راك ضعيف، الا انسحبتي شويه هنا كنعتبروك استسلمتي. واش هادشي صحيح في نظركم؟ انا بعدا كنظن باللي هادشي غلط 100%، حيت كاين واحد الفرق كبير ما بين الهروب وما بين انك تحمي راسك. كاين فرق كبير ما بين انك تستسلم وما بين انك تعاود بناء الذات ديالك. من خلال قصه حالة ترك شفنا انها في واحد المرحله خدات واحد القرار انها تبعد على الصداع، تبعد على المشاكل، على الجدل اللي كان داير بها من كل جهه، فمشات تعيش واحد الحياه اللي فيها الهدوء اكثر. دخلت للجامعه، ركزت على الدراسه ديالها، ركزت على راسها، بدات كتكتشف شكون هي بعيده على ديك الصوره اللي الناس رسموها ليها. بزاف ديال المرات الانسان كيبقى محاط بدوك الاصوات اللي كثيره لدرجه ما كيبقاش يسمع الصوت ديالو هو.
يسمعها، كيبقى يسمع غير الراي ديال العائله، الراي ديال الاصدقاء، الراي ديال المجتمع، حتى الراي ديال الناس في مواقع التواصل. فكيوصل لواحد المرحله اللي كيولي عارف شنو كيبغيو الناس وما عارف شنو هو باغي من راسو. فهادشي علاش مزيان ناخذ واحد الخطوه للوراء. هادشي ما كيتعتبرش هروب، ولكن هنا كنبداو كنشوف الصوره بوضوح اكثر، وكنبداو نرجعوا نجلسوا مع راسنا اكثر، حيت في هذا العصر اللي ولينا فيه، اللي ولا فيه كل شيء سريع، ولا ديك الوقيته اللي نقدروا نجلسوا فيها مع راسنا كتعتبر شجاعه منا. ولا الهدوء بحد ذاته راه علاج. راه كاين بزاف ديال الناس اللي حياتهم تبدلات غير حيت عطاو لراسهم فرصه انهم يتنفسوا وانهم يفكروا وانهم يسمعوا داك الصوت الصغير اللي كان غارق وسط داك الصداع. وملي كتلقاو راسكم كيولي كيبان لكم كل شيء واضح، القرارات ديالك، العلاقات ديالك، الاهداف ديالك، السلام الداخلي ديالك. فهادشي بالضبط اللي لاحظت عند حالة ترك. ماشي المشاكل اللي اختفت في حياتها، ولكن هي تبدلات. كاين واحد المستوى من التعافي اللي ما كيوصلوش ليه بزاف ديال الناس، ماشي حيت هما ما بغاوش، ولكن هو في الحقيقه صعيب شويه. فاش كتوصل لمرحله انك تقدر تشوف الماضي ديالك بكل ما فيه من الم، وبكل ما فيه من خيبات، وبكل ما فيه من جروح، وما تحس بحتى شي كراهيه. حيت بزاف كيعتقدوا بلي التعافي هو انك تنسى. لا، ما كايناش شي حاجه سميتها ننسى. ما كنجيوش وكنمحيو الماضي ديالنا، الماضي راه عمره ما غادي يتمحى. فاش كنوصلوا للتعافي كنقدروا نتفكروا بلا ما نعاودوا نعيشوا نفس الالم كل مره. فإلا لاحظتوا مزيان فاش كانت كتهضر حالة ترك، لاحظوا الهدوء اللي كانت كتهضر به رغم كاع داكشي اللي داز، رغم داك السنوات الصعيبه، رغم داك الجدل اللي كان داير بها، رغم الظروف اللي دازت منها، بقات كتهضر باحترام. ما هضراتش بواحد الحقد، ما هضراتش بواحد الرغبه ديالها في الانتقام. فهاد الشيء الا كان بين شي حاجه فراه بين باللي هي ما بقاتش سجينه الماضي ديالها. حيت اللي كيحبس راسو في الالم ديالو كيكون محتاج كل مره يثبت للناس انه كان مظلوم. اما الانسان اللي كيكون تعافى فعلا ما كيبقاش محتاج يدخل في هذه المعركه هذه. السلام اللي لقاه في الداخل ديال اهم من داك التبرير. فاللي خاصنا نفهموه، التسامح راه ماشي واحد الهديه للناس اللي جرحونا، راه هو واحد الهديه اللي كنقدموها لراسنا. اش كنسامحوا ما كنبقاوش مربوطين باحداث اللي سالات وباشخاص اللي مشاو وبقصص اللي ما بقاتش عندها واحد المكان في الحاضر ديالنا. حيت راه فاش كنبقاو متعلقين بالغضب لسنوات طويله، اول شخص كيتعذب راه هو حنا. اما ملي كنطلقوا داك الحمل كنحسوا براسنا خفاف، كنحسوا بواحد الحريه، كنقدروا نكملوا الطريق ديالنا. فماشي ضروري توافقوا على اي حاجه وقعت لكم، وماشي ضروري تنساو كاع داكشي اللي وقع لكم، ولكن ضروري توصلوا لديك المرحله اللي ما يبقاش الماضي هو اللي كيسوق حياتكم. في الاخير الا كان كاين درس واحد تعلمتوه من هذه القصه هذه، فهو الانسان يقدر يدوز من اصعب الظروف، ويقدر يتجرح، ويقدر يضيع الطريق، ولكن ديما راه عنده فرصه باش يرجع يبدا من جديد. اليوم ما هدرناش على الشهره، ما هدرناش على المشاكل العائليه، ما هدرناش على الجدل، هدرنا على حاجه كتمس بزاف ديال الناس. هدرنا على الانسان اللي ضاع وسط التوقعات، وسط الاحكام، وسط الجروح، وسط محاوله ارضاء الجميع حتى نسى شكون هو. اذا عجبتكم الحلقه ما تنسوش تلايكيو الفيديو، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. كتبوا لي في التعليقات شنو اكثر فكره لمساتكم في هذه الحلقه، كنقرا التعليقات ديالكم كاملين، كنفرح بزاف ملي كنشوف القصص والتجارب ديالكم. شكرا لكم من قلبي على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في حلقه جديده من القلب.